السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قضية اليوم أو جريمة اليوم جرت الأحداث ديالها بمدينة المحمدية، وبالضبط في سنة 2015. واحد الولد شاب الاسم ديالو محسن، فعمره 32 سنة. بالضبط في سنة 2015 كان في عمره 32 سنة. مزوج ببنت خالته، عندهم بنت صغيرة في عمرها 3 سنين. سنة وقوع الجريمة 2015 كان تقريبا 7 سنين باش تزوج. الخدمة خدام في واحد الشركة. في 2015 كان تقريبا 9 سنين وهو خدام فيها، مرسم كذا إلى آخره. السكنة ساكن مع والديه، دار والديه كبيرة فيها السفلي الطبقة الأولى السطح. هو كان واخد السفلي ساكن فيه، ماشي عازل على دارهم. كانوا الماكلة كياكلوا مجموعين، وقت النعاس كيهبط هو ومراته للسفلية لتحت. محسن كان عايش بخير وعلى خير مع والديه مراته، ما مبلي ما والو، ما مبلي لا بالكارو ولا الحشيش لا حتى شي حاجه، ما فيه لا صداع لا مشاكل. الخدمه الدار الخدمه. عنده خو صغر منه، بالضبط في سنه 2015 كان في عمره 26 عام، وعنده اختو هي الصغيره فيهم. محسن مراته والديها كيسكنوا في مدينه الحسيمه. من العام لعام عاد كيديها لعندهم، كيديها في شهر 8، كياخد الكونجي ديالو في شهر 8، 15 يوم كونجي. ديك السيمانه الاولى ديال الكونجي كيدوزها غير النعاس، كيرتاح فيها من تماره. السيمانه الثانيه كيكري طوموبيل، كيكريها سيمانه، كيهز مراتو كيديها لدارهم عند والديها. كيدوز مع ديك السيمانه في دارهم في الحسيمه، كيمشيو هنا يمشيو هنا، كيخليها تمو كيرجع بحالو. كتبقى هي من وراه واحد 15 يوم اخرى كدوزها في دارهم، عاد كتلحق عليه كتجي بحالها. كاين واحد الدري ولد جيرانهم كيسكن حداهم، سميتو عبد الرزاق، خدام في واحد الوكاله ديال كراء السيارات. محسن موالف كيكري طوموبيل من عند هاد الدري هذا، سواء ملي كيمشي لعند نسابو، سواء ملي كتكون عندهم شي مشيه اخرى لشي بلاصه اخرى. فين ما كيحتاج طوموبيل كيكريها من عند هاد الدري هذا عبد الرزاق. بكثرة ما كرا من عنده طوموبيل، ولا لا حتى شي طوموبيل كيعيط عليه: الو فلان خاصني طوموبيل نهار يومين سيمانه، غتخاصني اليوم او غدا او بعد غدا. الدري كيجيب لي طوموبيل كيعطيها ليه، كياخذ الفلوس ديالو وكيمشي بحالو. حتى لواحد النهار بالضبط في سنه 2013 نفس الحاجه. في شهر 8 محسن خدا 15 يوم كونجي ديالو، كان ناوي يمشي لعند نسابو الحسيمه. دوز ديك السيمانه الاولى راحه. السبت دوا مع الدري ولد جيرانهم مع عبد الرزاق، قال لي الاثنين خلي لي شي طوموبيل باغي نمشي لعند نساب. كيف ما القاعده غادي نكريها سيمانه، قال لي صافي. السبت الحد محسن وجد راسو، حسن مشى الحمام، تقضى داكشي اللي غادي يخصهم كذا الى اخره. الغد ليه الاثنين مع 10 ديال الصباح الدري جاب لي طوموبيل، خلصوا عطاه 1500 درهم 30,000 ريال. في الليل كانوا غيشدوا الطريق الحسيمه. ولكن اللي وقع موت محسن كانت مريضه، واخا مريضه كانت كتقول لهم غير سيروا، دابا نولي شويه غير سيروا، فوجوا مع راسكم شحال وانتم كتسناو في هذه المشيه. فلانه حتى هي عامه مشات لدارهم تشوق في والديها، ديها تشوف والديها. الدري بقى حير، يمشي ما يمشيش. مو كان تزاد عليها الحال شويه، ما كاينش اللي يعاونها في الدار، اختو باقا صغيره، خوه ما مزوج ما والو، ما قدرش يمشي ويخلي مو مريضه، غادي غير يبقى مبرزط من جهتها. وخاف مو تقلق عليه، تقول خلوني مريضه ومشاو، ولو ان مو كانت كتقول لهم غير سيروا. وخاف عاوتاني يمشي مو غير ما يزيد عليها الحال كتر، يولي راجع عاوتاني من الطريق، اولا تيمشي يولي راجع. دوا مع مراته، قال لها: اشنو بان لك؟ الوالده عيانه، انت عارفه ما كاينش اللي يعاونها في الدار، ما كاينش اللي غادي يشقى ليها، ونقدروا حتى نمشيو ويشد عليها الحال كتر، خليها حتى تصح تولي بخير وعلى خير، وديك الساعه نديك ناخذ شي 3 ايام نديك ونرجع، ولا نصيفطك بوحدك. مراته قالت لي: صافي ماشي مشكل، حتى تصح خالتي تولي لاباس ونمشيو ديك الساعه. عيط على الدري ولد جيرانهم عبد الرزاق، شرح لي شنو كاين، قال لي: جدي طوموبيل ولا نجيبها لك؟ قال لي: صافي ماشي مشكل، غير خليها عندك، انا العشيه ندوز عندك ناخذها. جا عنده في العشيه مع 6 ديال العشيه، خدا من عنده طوموبيل. ما جابش لي الفلوس، قال لي الفلوس، قال لي راه عطيتهم للسيد الخدام معاه، ما كاينش دابا، ما عرفت فين مشى، حتى الغدا يجي نقول لي شنو كاين، ناخذ من عنده الفلوس ونجيبهم لك. قال لي صافي. الغد ليل 3 ما جاب لي لا فلوس لا والو، ما شافوش كاع.
بعد الغد ليله 4 عيط لي في التليفون، الفلوس ما الفلوس. قال لي راني دويت مع السيد لقيتو خلص شي كريدي، قال لي انا هاد السيمانه نعطيهم لك ديهم ليه، الجمعه ولا السبت نعطيهم لك ديهم ليه. قال لي صافي ماشي مشكل. دازت ديك السيمانه اللي كانت بقات لي في الكونجي، السيمانه الاخرى والو ما جاب لي لا فلوس لا والو. الاثنين محسن مشى للخدمه. داك النهار في العشيه ملي جا لدارهم صونا ليه، جاوبو قال لي راني دويت معاه راه باقي ما عطانيش الفلوس. قال لي شوف انا غادي ندبر عليهم ونعطيهم لك من عندي، غير سمح لي حشمني معاك، انا غادي نعاود ندوي معاه، لما عطاهمش ليا هاد السيمانه غادي نعطيهم لك من عندي ونبقى انا مني ليه. محسن قال لي صافي. دازت ديك السيمانه ما جاب ليه لا فلوس لا والو. السيمانه الاولى الثانيه كيعيط ليه في التليفون كيجاوبو كيدير ليه السباب السيد اللي خدام معاه، باقي ما بغاش يعطيني الفلوس. دويت معاه قال لي ما عنديش، قال لي حتى انا باقي الخلاص ما خلصنيش، غير صبر عليا انا غادي نعطيهم لك من عندي، السيمانه الجايه نعطيهم لك، غادي نتسلفهم من عند شي واحد ونجيبهم لك. محسن ملي ولا كيتشكي عليه كيقول لي الخلاص باقي ما خلصنيش كذا الى اخره، قال لي صافي ماشي مشكل. بقى كيتسنى اليوم غدا اليوم غدا، تلاقى بيه هضر معاه قصح معاه الهضره نفس داكشي اللي موالف كيقول ليه. السيد اللي خدام معاه هو اللي دار لي هادشي كامل، خلاني واحد معاك، انا كون كانت عندي كون عطيتها لك شحال هذا من جيبي نعطيها لك ونبقى مني ليه، صبر عليا فلوسك غادي نشوف كيفاش حتى نعطيهم لك، غادي نعطيهم لك من عندي. داز مده ما جابش ليه ديك الفلوس، مشى ليه للدار ديالهم، جا من الخدمه في الليل مع 9 ديال الليل، مشى ليه لدارهم، غوت عليه فلان فلان، دق عليه، طلات عليه امو، السلام السلام، قال ليها كلمي لي فلان، قالت لي ما كاينش ما عرفت فين ماشي. محسن قال بلي كان في دارهم، مو غير كذبات عليه قالت لي ما كاينش. قال ليها قولي لي ما كاينش. عرفوا كاين في دارهم غير من واحد طوموبيل كانت بلاصي قدام دارهم، قال بلي موالف كيشوفوا جايب ديك الطوموبيل تما، كل مره كيجيب طوموبيل في شكل الطوموبيلات ديال الكرا ديال الوكاله اللي خدام فيها، من بينهم ديك الطوموبيل موالف كيجيبها لتما. المهم ما خرجش لعنده، واش فعلا كان في دارهم ولا لا ما عرفت. المهم محسن قال بلي مو غير كذبات عليه، ولدها كان في دارهم تخبى ما بغاش يخرج لعنده. الغد ليه جا لعنده في الليل مع 8 ديال الليل، قال لي البارح مشيتي عندي للدار ما كنتش كذا الى اخره، عطاه 250 درهم 5000 ريال. قال ليه السيد اللي خدام معاه غار كريديات هو وحلني معاه، الخلاص ما بقاش كيخلصني، فلوسك دابا غادي نعطيهم لك غير من جيبي حتى من بعد ونشوف معاه هو، غادي نبقى نعطيك بشويه بشويه حتى نكمل لك. شد من عنده ديك 5000 ريال، بقات بيناتهم 1250 درهم 25000 ريال. دازت تقريبا 3 شهور ملي جاب لي ديك 5000 ريال، من تما ما بقى جاب ليه والو. محسن شاف السيد ما بغاش يجيب ليه فلوسو، تعطل عليه بزاف، قال هذا كيتفلى عليا، هذا باغي يدير ليا رزقي، باغي ينسيني في رزقي. قال نكري من عنده طوموبيل ديك 25000 ريال، نكريها طوموبيل 5 ايام او 6 ايام ندور بها، نمشي هنا نمشي هنا صافي، وما يبقى يتساني ما نسالو. عيط ليه شي 4 المرات وهو كيعيط ليه، عاد جاوبو السلام سلام، قال لي شوف انا خصني طوموبيل، واقف على طوموبيل باغي نمشي لعند شي عائله، غادا تخصني واحد 6 ايام، جيب لي طوموبيل صافي، وما نبقى نسالك ما تسالني، ديك الفلوس اللي باقا عندك هي الخلاص ديال الكرا. عبد الرزاق قال لي كون جات عليا انا نجيب لك طوموبيل تاع 10 ايام على داكشي اللي درت معاك، ولكن راه السيد اللي خدام معاه ما غيبغيش، غادي يعكس ليا، هو اللي دار لينا هادشي كامل، وغادي يعكس ليا، غادي يقول لي يخلص، غادي غير نولي محاك معاه خارج على خدمتي. اسمح لي اخويا محسن. محسن قال هذا الشو ما جاب لي فلوسي، ما بغى يكري لي طوموبيل، شنو دار؟ قال له عرفت اش غدير؟ جيب لي طوموبيل انا غادي نخلصك، غادي نكراه غير يومين، كنت معول نكراه 6 ايام بالفلوس اللي كنت سالك، الساعه ملي غادي غير نجبد لك الصداع وغادي خصني نخلص، جيب لي طوموبيل غادي نكراه غير يومين، ما عنديش الفلوس غادي نكراه غير يومين. قال لي صافي. في العشيه جاب لي طوموبيل خلصوا، دازت ديك يومين عيط لي قال لي جد طوموبيلتك، جدها ملي داها ما قلبها ما والو، عارفو فين ما كيكري لي شي طوموبيل كيتهلا فيها، كيف ما كياخذها كيرجعها، داكشي علاش ما قلبش ديك الطوموبيل، ما قلبهاش واش مضروبه واش ناقصه منها شي حاجه. ملي داها سولو السيد اللي خدام معاه قال لي واش قلبتيها؟ قال لي قلبتها ما فيها حتى شي حاجه. واخا سولو قلبها هو من وراه، ملي قلبها كيلقى السكور ما كاينش، العجله سكور ما كايناش، الكريك حامل السياره ما كاينش، المفتاح ديال العجلات ما كاينش باش كيتحل البنو ما كاينش، الطابيات ديال اللور ما كاينينش.
دوا مع الدري قال لي انت كتقول لي قلبتي الطوموبيل شفت مهزوز منها كذا وكذا وكذا، فين زاد هاد الشيء؟ قال لي ما قلبتهاش. قال لي انت عارف داك الدري موالفين كنكرو ليه الطوموبيل كيف ما كياخذها كيرجعها، داكشي علاش ما قلبتهاش. عيط ليه عبد الرزاق، عيط لمحسن، جاوبو. قال لي شاد الفعيل درتي معايا صاحبي، الفعيل ديال البراج، الطوموبيل جبتها من عندك قلبها دابا السيد ما لقى فيها لا سكور لا كريك لا طابيات. محسن قال لي انا كيف ما خديت من عندك الطوموبيل كيف ما رجعتها لك، سير شوف داكشي فين مشى، انا ما هزيت لك والو من الطوموبيل. عبد الرزاق قال لي السيد باغي يمشي ديكلاري، اللهم جيب لي داكشي اللي خديتي من الطوموبيل رجعوا لي بلا مشاكل. قال لي لا بغى ديكلاري يمشي ديكلاري، انا ما عندي والو. السيد قال لعبد الرزاق دابا نمشيو لعندو نشوفوا هادشي كيفاش داير، يلا وريني هاد خينا هذا فين كيسكن. مشاو لعندو، خرج لعندهم، دوا معاه السيد اللي خدام معاه عبد الرزاق. قال لي الطوموبيل قبل ما نكريوها لك قلبناها كاع داكشي اللي تهز منها كان فيها، حتى كريناها لك عاد تهز منها داكشي، يا شفرتي انت يا تشفر لك، شفروا لك شي حد، انا ما شغليش، انا المسائل ديالي رجعوا ليا. محسن قال لي انا اللي هزيت منها داكشي، ترجع لي رزقا نعطيك المسائل ديالك. اش من رزق؟ قال لي ها كاين. قال لي انا هادشي اللي كتقول لي كاع ما في خباري، انا ما واخد لك لا فلوس لا والو، انا اللي عارف واللي كان قال لي عبد الرزاق الوالده ديالك كانت مريضه حتى جاب لك طوموبيل وعاودتي عيطتي لي قلتي لي جيت الطوموبيل ها كاين، خدا من عندك الطوموبيل ورد لك فلوسك، هادشي اللي عارف انا. قال لي لا مرد لي لا فلوس لا والو. هو سولو قال لي الفلوس راه باقا عند السيد اللي خدام معاه، راه عنده الشكريدي كذا، راه ما بغاش يعطيني الفلوس. السيد دار في عبد الرزاق قدامهم دار فيه. قال لي هذه تاني مره كتخدم معايا الخواض وكدير لي المشاكل مع الكليان. المره الاولى سمحت لك حيت طلبتيني وقلتي لي والديك ما في حالهمش وكانت خاصك الفلوس، خلصتي الكريدي ديال الحانوت، خلصتي هادي، دابا شنو عاوتاني خلصتي الكريدي ديال الحانوت. السيد عطى لمحسن فلوسه، عطاه 25,000 ريال، رجع ليه محسن المسائل ديالو. ديك الفلوس اللي عطاه قطعهم لعبد الرزاق من الخلاص ديالو وصيفطو بحالو، جرى عليه، رجع لعندو طلبوه كذا الى اخره. قال لي لا سير بحالك. عبد الرزاق حقد على محسن، قال هو اللي خرج ليا على خدمتي، جبد ليا الصداع، شمتني، دارها بيا. الدري بقى محلف على محسن، نشدو ندير ليه نفعل ليه، ضارب هو وياه. شنو دار في العشيه؟ عارف محسن معاش كيخرج من الخدمه، عارف الطريق اللي كيجي منها للدار ديالهم من الخدمه، مشى تلقى ليه. هذاك جاي، هذا واقف في الطريق كيتسنى فيه حتى وصل لعندو، وقفوا في الطريق حبسوا، بدا داوي معاه، اش هذوك الفعيل درتي معايا، خرجتي لي على خدمتي. محسن يلا بدا داوي معاه، انت اللي اش هذوك الفعيل درتي معايا، بغيتي تاكلني في رزقي. الدري باقي داوي، ضربوا عبد الرزاق براسو النيف، شدوا جروا لعندو وضربوا براسو النيف، وبدا كيلكم فيه في الوجه ديالو ضربه تابعه ضربه، هرس لي نيفو، ضربوا لعينو، ضربوا لفمو. الضرب اللي ضربوا الفم ديالو، القنوفه التحتانيه ديالو تقسمات من الوسط، حلات. عبد الرزاق شد محسن تكرفص عليه بهذا المعنى، دخلوا شي ناس فكوهم، الاخر مشى زاد بحالو مشى. محسن شدوه شي دراري داوه لدارهم، قالوا لوالديه ها وقع فلان هو اللي ضربه. باه شد ولدو دا بحال هكاك، مضروب في وجهو، نيفو منفوخ، فمو مشرق، مضروب في عينو، الدم حوايجو ملطخين بالدم. جابوا لا بريغاد عند الجندارم، بلغ بعبد الرزاق، قال ولدي جاي من الخدمات، لقى لي واحد الدري كيسكن حدانا سميتو فلان، ضربوه تكرفص عليه، شوفوا الحاله اللي دار فيه. مشى دار ليه شهاده طبيه تبين باللي عنده كسر في الانف ديالو. عبد الرزاق اعتقلوه الجندارم. في الاقوال ديالو قال ضربنا، ها علاش وها علاش، تلاقينا في الطريق تناقشنا، عيرني عيرتو، ضربني ضربتو، هو ما مضروب ما حتى شي حاجه وكيقول ضربني. كانوا شهود اللي قالوا شفنا فلان حتى وقف محسن، هذاك جاي، هذا كان واقف في الطريق، مني وصل لعندو تلقى لي وقفوا، بداو داوين شويه السيد ضربوا براسو، بدا كيلكم فيه في وجهه. عبد الرزاق من بعد ديك الحاله اللي دار في محسن تحكم ب6 شهور ديال الحبس. دوز ديك 6 شهور خرج. اللي وقع بالضبط في سنه 2015 محسن خدا واحد طوموبيل، ديك الطوموبيل دار واحد القرعه مع الدراري اللي خدامين معاه وتسلف باش خداها، وباش يعاون راسو شي دراري خدامين معاه كيمشيو للخدمه وكيجيو في الطاكسي، ولا هو كيديهم وكيجيبهم، داكشي اللي كيخلصوه للطاكسي كيعطيو ليه هو. حتى لواحد الصباح محسن خرج من الدار غيمشي للخدمه ديالو، جا الطوموبيل كيلقى العجلات بربعه، البنوات بربعه مشركين، شي حد شرك ليه البنو. هو قال فلان هو اللي دار هادشي على واحد السيد كيسكن في الدرب تما.
محسن كيحط ليه الطوموبيل ديالو قدام دارو، كيبلاصيها ليه قدام دارو. داك السيد ما بغاش يحط ليه الطوموبيل تما قدام دارو، دوا معاه قال لي ما تبقاش تحط لي طوموبيلتك هنا، بلاصيها في شي بلاصه اخرى. تخاصموا. محسن قال ليه الزنقه هذه نحطها فين ما بغيت. قال لي صافي واخا ما قلتي عيب، تحطها فين ما بغيتي صافي خليها. محسن بقى كيحطها تما في العشيه ملي كيجي من الخدمه كيبلاصيها تما. هو ما عندوش فين يحطها قدام دارهم، ما كاينش فين يبلاصيها. الزنقه فين كيسكنوا ضيقه، فكان مضطر يحطها في واحد زنقه اخرى قريبه ليهم. وقع عليه مشكل مع مول الدار اللي كيحط قدامها الطوموبيل. من بعد ما بلاصها شي ايامات تما، ناض مول الدار قال لي ما تبقاش تحط لي طوموبيلتك هنا قدام داري. فملي محسن فاق داك الصباح ولقى العجلات بربعه مشرقين، قال هاد السيد هو اللي دار لي هادشي للطوموبيل. الدري طلع ليه الدم، تغدد، بدا كيغوت تما في الزنقه، كيعاير، بدا كيدق على داك السيد، كيدق كيخبط في الباب وكيغوت. ما خرج عنده حتى شي واحد. داك السيد لا هو لا مراته لا ولادو غابرين ما كاينينش. محسن كان عاس عليه باغي غير فين يشوفو. داز 4 ايام عاد داك السيد بان تما في الدرب، تلاقى معاه بوت محسن. قال لي حشوم عليك داكشي اللي درتي، قربك للطوموبيل ديال ولدي، شركتي ليه البنو ديال الطوموبيل. الاخر قال لي انا ما قربش للطوموبيل ديال ولدك. امتى تجي؟ قال لي نهار الفلاني في الصباح لقى الرويد كلهم مشرقين، الرويد بربعه، درتيها وخبرتي. قال لي انا داك النهار ما كنتش هنا في الدار، كنت عند العائله ديالي، يلاه جيت، انا ما قربش للطوموبيل ديال ولدك. محسن دوا مع باه، قال لي فلان الرجا راه دويت معاه، قال لي ماشي هو اللي قرب لك الطوموبيل. محسن ما فخباروش جا، غير قال لي باه كاين ناض مشى ليه، مشى دق عليه، خرج لعندو بدا كيعاير فيه. الدري فمو ما جاب، لحقوا عليه عائلته، مو با خو شدوه. السيد قال لي انا ما قربش لك لطوموبيلتك. خرجات مراتو دوات معاه، قالت لهم حنا راه ما كناش هنا، راه كنا مسافرين. شي ناس تما جيرانهم قالوا لهم هاد الناس راه ما كانوش هنا، راه مشاو النهار الفلاني. يعني هاد السيد ماشي هو اللي قرب للطوموبيل ديال محسن. محسن ملي تاكد من هاد الشيء تفكر عبد الرزاق والمشاكل اللي كانت وقعت ليه مع عبد الرزاق. قال صافي هو اللي دار لي ديك الحاله للطوموبيل. شنو وقع؟ ضاربوا. من ورا ديك المضاربه وقعت كارثه، وقع القتل. محسن تحمى هو وخوه على عبد الرزاق. بحساب الكلام ديال عبد الرزاق قال انا كنت خارج للزنقه ما عليا ما بيا، شويه جاو ليا هما بجوج تحموا عليا، ضربوني، تكرفسوا عليا، انا ما درت لهم والو، ما قربت لهم حتى شي حاجه، جاو قصدوني تحموا عليا، ضربوني، تكرفسوا عليا. محسن قال انا كنت خارج للزنقه، بان لي عبد الرزاق مشيت ليه، قلت لي واش ما بغيتيش تفرق عليا، اش قربك لطوموبيلتي، بديت مناقش انا وياه، ضاربنا تشادينا. خوه قال جا للزنقه تما لقاهم ضاربين تحموا عليه. خو محسن قال انا غير كنت كندور في الدرب، مشيت للزنقه تما بالصدفه حتى كنلقى خويا مضارب هو وعبد الرزاق. هو فات ليه ضرب خويا، تكرفس عليه، هرسو من النفوذ، رق ليه عينو، شرق ليه فمو. خفتو يضربوا شي ضربه خايبه عاوتاني، تحمينا عليه. الشهود قالوا كان محسن ضارب هو وعبد الرزاق. شويه اتجا خو محسن لقاهم ضاربين، شدوه تحموا عليه، طيحوه الارض، ضربوه كذا الى اخره. اللي وقع محسن وخوه ملي تحاموا على عبد الرزاق ضربوه، دخلوا ناس فكوهم. محسن وخوه مشاو للدار ديالهم. عبد الرزاق مشى لدارهم، هز شنويه وجا ليهم للدار، جا تما بدا محيي عليهم قدام الدار. خرجوا ليه هما بجوج، خرجات امهم جات وسطهم، بدات كتدفع في ولادها، دفع فيه هو، سير بحالك. هو بدا غير كيشير بديك الجنويه، ضرب المراه موت محسن، ضربها العنق ديالها. عبد الرزاق قال انا ما كنتش واعي براسي شنو كنت كندير، كنت مغدد، كنت في لحظه غضب بسبب الضرب اللي ضربوني وتكرفسوا عليا، ما كنتش عارف شنو كندير. مشيت للدار، هزيت موس ومشيت ليهم. ملي مشيت ليهم خرجوا ليا بجوج، بغاو يتحموا عليا عاوتاني. مهم جات وسطنا، انا الضربه اللي ضربت بالجنويه جات فيها الدقه، كنت باغي نضرب ولدها، جات فيها الدقه. ملي ضربتها هربت، ضربها العنق ديالها، الجهد باش ضربها فتح ليها عنقها. الناس اللي حضروا لهذا الشيء قالوا الضربه اللي ضربها طار ليها الدم من عنقها. السيده طاحت الارض، نزفات الدم كثير، هزوها ولادها، داوها داروها في الطوموبيل، غادين بها المستشفى، ماتت ليهم في الطوموبيل، وصلوها ميته. تعلموا الدرك الملكي، داروا المعاينه ديالهم، تنقلات الجثه ديال الضحيه لمستودع الاموات، اعتقلوا عبد الرزاق، شدوه. الدري قال شنو وقع وشنو وقع، الكلام اللي ذكرنا قبل. ولادها حكاو شنو وقع. عبد الرزاق اعترف حتى بالقضيه ديال الطوموبيل،
قال باللي هو اللي دار الطوموبيل ديك الحاله، شاف راسو غادي للحبس، اعترف بكل شيء. قال انا داكشي اللي دار معايا ولدها بسببه خرجت من الخدمه دخلت للحبس، انا اللي شركت ليه البنو ديال الطوموبيل في الليل. قال انا ما كانش عندي الفلوس، كون كانت عندي كون عطيتها لي، ما نوصلوش لهذا الشيء كامل. هو ما بغاش يصبر عليا، جبد لي الصداع في الخدمه، جرى عليا السيد اللي كنت خدام معاه، دخلت للحبس. من بعد الاعترافات ديال المتهم تقدم لي المحاكمه وتحكم ب 30 سنه. يعني بسبب قله العقل، بسبب شويه الفلوس، كانت الام هي الضحيه. الام اللي حاولت غير تفك، حاولت تمنع واحد الشجار باش ما توقعش واحد الكارثه، باش ما يتضرب فيهم حتى شي حد، صدقات هي اللي مضروبه وهي اللي مقتوله. على اي اخواني واخواتي الكرام، كانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه. نتمنى الصوت ديالي يكون واضح ومفهوم، ونتمنى نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هذه المسطره بوضوح. نتلاقوا في حلقه جديده، في قضيه جديده ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.